القضية وما فيها هي ليست قضية غسان العطية، هي قضية نهج منظم ومستمر من قبل الحكومة الحالية برئاسة السيد المالكي. هي محاولة ترهيب وتكميم وإبعاد كل صوت يختلف معه. فلو أنا كنت بالحكومة أو موظف أو شيء، أنا أكد لك كان وجدوا لي تهمة تتعلق بالنزاهة أو تتعلق بالإدارة أو غير ذلك. هذا ما حصل مع سنان الشبيبي رئيس البنك المركزي ومع مساعده الدكتور مظهر محمد صالح. وبالمناسبة أنا زرت هذا الدكتور في معتقله بعد شهرين، لم يجرى معه تحقيق سوى لمدة 45 دقيقة فقط، وأسئلة ثانوية، وأخرج بكفالة، والآن لا يزال يمنع من السفر. بمعنى آخر، وكذلك الأخ العقيلي رحيم العقيلي رئيس النزاهة أبعد من منصبه عن طريق التهديد، وبالتالي يقيم في أربيل. هذا سياسة ممنهجة كان قبل يستعملها فقط باعتبار آخرين من أبناء العرب السنة، فلهالسبب لجأ إلى أساليب الاغتيال، فقتل الكثير من عندهم مثل الشيخ محمد الشيخ قاسم المشهداني اغتيل، والشيخ محمد الحمدون اعتقل، وكذلك قاسم الجوراني من ديالى اعتقل، وخالد المفرجي اعتقل، كلهم باعتقالات وأوامر اعتقالات كيدية.